حتى كان الحبق والسوسن في حجر النبيل عدنان عليه الصلاة والسلام. حكايتنا اليوم يا أهل المكان على مرا من نسوان زمان، كانت شابة ولكن كانت محرومة من العيال بكل المعان. هذا ما خلى حياتهم هم وغم، لا مع الراجل ولا بين الجيران. طلت تبحث وتبات تفكر، ولا حد قدر يلقى ليها السر الواحد المنان. حتى لواحد النهار من نهارات زمان جا والله من خبرها بسر تفاح الحباري اللي كان آخر أمل ليها من بعد أملها في الرحمن. ومن هنا بدأت حكاية التفاح الحباري. حين الشابة هيئات دواها في يوم من الأيام، وفكرت قبل ما تستعملو تمشي للحمام، لكن من بعد خروجها جا رجلها وعمر بطنو بدواها بلا ما يكون داري بأنه ضيعها في رجاها. من بعد الهم اللي صاب الشابة ورجلها مرات الأيام وظهرات علامات الحمل، وهذا كان سبب في الولادة الأولى من بعد 9 شهور. كانت ولادة ديال بنت سبحان من خلقها ومن صورها، ما هي مثل البنات ولا تشبه حد من والديها، تقول حورية وخلاص. مرات الأيام والشهور والبنت المقصودة تكبر والنور يزيد يطل من وجهها. رسلاتها أمها في يوم ترعى في الغابة، وحسات هنا بالعطش لكن ربي ما خلاها، سخر ليها غزالة فتية مثلها تشربت من حليبها. وفي ساعتها ولات البنت المقصودة تقفز بحالها بحال الغزالة. وكان خلف هادوك الشجار رجال كبار يمكن يكونوا صياد السلطان، بهراتهم غزالة الإنس بجمالها وبالنشاط اللي فيها، وغرهم الشيطان عليها وحاولوا يصيدوها. لكن تقول بحال إلا حليب الغزال كان حاميها، بقات تقفز والرجال يجروا من وراها ولا كانت ليهم. عياو الصيادة من اللحاق بها ورجعوا عند السلطان يحكيو ليه عليها. تبهر السلطان باللي قالوه وأمرهم في اليوم التالي ليه يجيبوها. راحوا الصيادة في الوقت المعهود قاصدين الشر البنت الجود، وما كان منهم إلا أنهم جابوها كما أمر السلطان. من بعد ما غلباتهم وطلب منها السلطان تكون من النساء اللي في القصر، وكانوا ما يتعدوا ما يتحصاو. لكن كلنا كنعرفوا حرب النساء ونعرفوا باللي ما يبغيوش الشريك الزايد. عياو من التفكير باش البنت المقصودة من القصر تولي مطرودة، وما كان قدامهم غير عرافة القصر اللي سحرها ما ينفع غير يضر. نصحاتهم ب7 الإبار يوخزوها بيهم، وهكذا داكشي اللي دارو نساة القصر. ولات البنت من بعد الوخز حمامة بجنحين. ومن حزن السلطان عليها حاول السلطان يبني منتزه يتعزل فيه ويتذكرها، ولكن كل ما حاولوا رجال السلطان يبنيو السور المنتزه كانت حمامتنا المعروفة توقف فوق داك السور وتقول: تفاح الحباري اشنو عمل فيا، امي رغبات بيا وبويا حمل بيا، والصيادة جابوني ليك يا السلطان، والنساب القصر مثلوا بيا. وهكذا على طول الايام كل ما قالت هاد الاغنية كان كيطيح السور، ورجعوا رجال السلطان يبنوه من جديد. في واحد من النهارات أمرهم السلطان يوضعوا المسكة فوق سطح السور، وقفات فوق منها الحمامة وما قدرات، وخادوها للسلطان اللي حطها فوق ركبته وربت على راسها ويقول ليها: علاش يا حمامة كتوقعي السور؟ حكات ليه الحمامة كل ما جرى من نساء القصر. وكان السلطان ساعتها كل ما يربت على راس الحمامة تخزو برا من الإبر وكيرميها حتى لآخر برا، وما كان من الحمامة غير ترجع لحالتها المعهودة وتكون مرات السلطان. وهكذا صارت حكايتنا مع الواد من بعد ما كانت من نصيب أهل الكرم والجود.